السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايب بيرو، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة جاية لكم بفيديو جديد. مش هندخل بقى المطبخ ولا هنعمل اكل النهاردة انا هاخدكم كده في جولة سريعة جميلة جدا كده ان شاء الله، وهنسافر مع بعض المصيف ونروح اسكندرية. انا بدأت لكم كده من عند البيت عندي، مرورا بقى بالعبور الجميلة اللي انا بحبها جدا. تمام، وحبيت اوريكم الطريق معايا، كان حلو كده وجميل، وكانت يعني بعد الفجر بشوية. يعتبر كده حضرنا مع بعض شروق الشمس. كانت لسه اللمبات بقى مفتوحة من بالليل، ويعني ايه الجو بجد كان حلو جدا. وكنا كمان يعني في وقت من السنة كده بيبقى طراوة وحلو وجميل يعني. المهم فكنت أول مرة، للي يعرفني شخصيا هيعرف ان انا ما روحتش قبل كده ولا عمري ابدا اسكندرية، فكانت دي اول رحلة ليا لاسكندرية. دايما احنا بنروح مرسى مطروح، ولو غيرنا بيبقى مثلا شرم او الغردقة، انما اول مرة فعلا ان انا اروح اسكندرية. فبس بجد حبيتها جدا جدا. وقلت بقى اما اصور لكم كل لحظة هتمر عليا، من اول ما خرجت من البيت عندي لحد ما وصلت بقى ايه بالسلامة ان شاء الله يعني، انا واخواتي واهلي يعني لاسكندرية. احنا نزلنا في المعمورة، مكان حلو جدا ولطيف جدا وجميل يعني. انا برضو بنصح اي حد ان شاء الله باذن الله الصيف الجاي عايز يروح المعمورة في اسكندرية. حلوة قوي وفيها تقريبا كل حاجة يعني. هنشوف الفيديو دلوقتي تفاصيل كده كتير، حاولت ان انا اجيب لكم مقتطفات منها. ده بقى الطريق. انا على فكرة مش بعرف في الطرق خالص، فمش هعرف اقول لكم ده الطريق اسمه ايه او الكلام ده كله. طبعا اللي عارف في الطرق هيبقى عارف الحاجات دي. انا اخري لحد ما كنا في العبور ده اللي اقدر اقول لكم الطريق بالظبط اسمه ايه او كده. غير كده لا، ما مش هقدر افيدكم يعني. المهم انا حاولت اجيب لكم برضو مقتطفات كده وانا ماشيه في الطريق، واحسسكم كده ان انتوا كنتوا معايا، واحس كده برضو ان انتوا شاركتوني السفر. تمام كده. مستنيه بقى في الكومنتات بتاعتكم تقولولي انتوا لما بتسافروا فين، والمصايف اللي عجبتكم ايه، وايه اكتر اماكن عجبتكم، وكل سنه ان شاء الله باذن الله بتروحوها. انا بالنسبه لي لو هتتكرر موضوع ان انا اسافر تاني اسكندريه، فان شاء الله برضو هختار نفس المكان اللي انا كنت فيه، المعموره. ده بدايه اسكندريه على فكره. برضو المكان ده انا معرفوش اسمه ايه. و يعني تمام مش عارفه الاماكن اسمها ايه، بس اللي انا اعرفه كده بدايه اسكندريه خلاص ان احنا دخلناها. المهم يعني فمستنيه في الكومنتات بتاعتكم تقولولي اكتر اماكن انتوا بتروحوا تصيفوا فيها بتبقى حلوة وعجبتكم ايه، علشان كمان لو انا ما كنتش رحت مكان معين او كده. انا من النوع اللي ما بخرجش كتير عامة، فيعني اخد بوجهة نظركم ان شاء الله الصيف الجاي اخرج في اكتر مكان هتقولوا عليه ان هو حلو يعني. تمام. واللي ما شافش بقى اسكندرية او معمورة زي كده وبالنسبة له الحاجات دي جديدة واول مرة يشوفها، يلا اديني خدتكم جولة علشان ايه ما اكونش انا الوحيدة اللي شفتها بس يعني. تمام. ده بقى اول ما بدأنا ان احنا نشوف البحر والطريق وكده، فلقيت ان المكان حلو قوي ويستاهل بجد ان هو يتصور. ندمت على حاجة واحدة، ان انا فعلا ما روحتش اسكندرية قبل كده، لانها فعلا بجد حلوة جدا. انا كنت فاكرة ان يعني مرسى مطروح علشان انا بحبها مكان حلو بحبه وبروحه من صغري، فكنت يعني شايفة ان هو احسن مكان فعلا لمصيف او الكلام ده كله. فلما روحت اسكندرية المرة دي لقيت بجد المكان حلو جدا، والمعمورة كمان للناس اللي طبعا في اسكندرية او اللي راحوها قبل كده. مكان نضيف جدا وحلو وجميل ويعني انبسطت هناك جدا يعني بأمانة. والشاطئ كان نظيف قوي والمية كانت كويسة غير تصوري الصراحة اللي في البداية. كده يعني زي ما انتوا بقى شايفين الطريق كان حلو جدا كده
ما خدناش وقت فيه خالص. تقريبا من القاهرة لحد اسكندرية خدنا 3 ساعات وشوية، غير طبعا سفر مرسى مطروح ده اللي بياخد من 6 ل7 ساعات بالريستات والكلام ده كله. فيعني بتبقى طبعا انا من النوع برضو اللي بحب طالما انا راكبة باص مريح ومكيف والدنيا تمام ومع عيلتي كمان، دي اهم حاجة، مع ناس انا بحبها، فبتبقى الطريق حتى لو كان طويل جدا بيبقى بالنسبة لي راحة وفسحة و... وبحس ان انا يعني نص فسحتي او نص انبساطي بالخروج فبيبقى هو الطريق بقى الباص، وان انا بقى متلهفة ومتشوقة جدا اني اروح المصيف دوت مع اهلي وحبايبي واولادي والكلام ده كله. فيعني هي يمكن الصحبة الطيبة كمان بتفرق معانا جدا. ربنا يخلي كل واحد، يا رب يخلي له اولاده ويخلي له اهله، ودايما كده تكونوا مترابطين ومع بعض ان شاء الله. كده يعني كل شوية اتكلم واقوله كده وكده. استحملوني بقى لما بيبقى فيه فيديو طويل والمفروض ان انا اتكلم فيه كتير، بحس ان انا غاية جدا ومش عارفة اتكلم اقول ايه وببقى متلخبطة، وما زلت لحد دلوقتي بعد كام سنة من اليوتيوب والتصوير وبرضه نفس الموضوع بيبقى معايا يعني. كده احنا دخلنا المعمور اهو خلاص كده. حاولت برضو ان انا اجيب لكم على قدر الامكان، لان انتم طبعا عارفين اللي متابعني من الاول مش بعرف اصور خارجي قوي، وخصوصا لو قدام الناس يعني فحاولت ان انا اجيب لكم المعمورة بقى كده من بداية ما احنا دخلنا من بوابتها لحد ما انتوا هتشوفوا بقى لحد ما الفيديو هياخدنا. تمام زي ما بقول لكم، حلوة جدا، نظيفة جدا، حبيتها جدا، ولو اتكرر بيا الوقت تاني واخترت مكان برضه هختار المعمورة. حاولت ان انا يعني اجيبها لكم من جميع الجهات، وكل الشوارع اللي احنا مشينا فيها دي بقى طبعا هزة كده بسيطة، لان ديت على كانت واحنا ماشيين انا واختي كنا رايحين، قالوا لنا ان في سوق كده جنب المكان اللي احنا كنا ساكنين فيه، هو مش جنبنا بالظبط بس قريب يعني، فقلنا نتمشاها لحد هناك علشان نشوف الاماكن. ده الشارع اللي انا كنت ساكنة فيه او اللي احنا قعدنا فيه يعني، اللي كان السكن بتاعنا فيه. الشارع كان نظيف جدا وجميل جدا وفيه خدمات. المهم قالوا لنا ان في اخر الشارع ده يعني على شمالنا كده بالظبط ده البحر، تمام، وعلى يميننا بقى ديت المكان السكني اللي انا كنت ساكنة فيه او اللي احنا كنا قاعدين فيه يعني الاسبوع اللي احنا حضرناه في المعمورة المصيف بتاعنا. رحنا السوق دوت، انا السوق دوت مش فاكرة والله اسمه ايه، بس في المعمورة كده في كل حاجة تتخيلوها، والأسعار بتاعته كويسة جدا، يعني أعلى سنة بسيطة جدا من الأسعار بتاعتنا العادية اللي احنا يعني في البيوت بتاعتنا عادية يعني، أو في مكان سكننا عادي. طبعا اعذروا طبعا التصوير شوية إلى حد ما مش يعني قد كده، لأن أنا ابني اللي كان بيصور، ابني الصغير عمر هو اللي كان بيصور، فكانت اول مرة ان هو يمسك بقى كاميرا ويحاول ان هو يجيب لكم اكبر قدر ممكن من طبعا هو ركز على الحاجات اللي تخصه يعني ماشي. فاول مرة ان هو يصور ويمسك كاميرا ويصور اصلا فيديوهات والكلام ده كله، كانت هي اللحظة دي. فقلت له حاول ان انت تجيب بقدر الامكان اكبر قدر ممكن من الحاجات اللي في السوق هنا، علشان برضو اي حد هيتفرج على الفيديو ويكون في المعمورة يعرف المكان ده، لانه هو بجد مكان كويس جدا هيريحكم كعيلة واسرة، تجيبوا منه اللي انتوا عايزينه، السمك بتختاريه وهما بيعملوهولك. في محلات فول وطعمية زي ما انتوا شايفين كده، محلات ملابس، محلات فيها كل حاجة. فانصحكم حتى انتوا كمان ما تشيلوش وتروحوا وتيجوا وتعملوا حمل مثلا معاكم وانتم مسافرين، لأ، في المكان ده هتلاقوا كل حاجة تتخيلوها، من خضار، من فاكهة، من سمك، من كل حاجة، حتى الفطار بتاعنا العادي بأسعار على فكرة برضو زي ما قلت لكم مرتاحة جدا وقريبة جدا من الأسعار بتاعتنا هنا في القاهرة، يعني مش مكان سياحي قوي قوي زي المحلات الخاصة يعني. تمام، حاولت بقى ان انا اجيب لكم كل تفصيلة، او هو الصراحة اللي حاول يجيب لكم كل تفصيلة، واتمنى يكون نجح في ده يعني نجح ان هو ينقل لكم الصورة
زي ما احنا شفناها بالظبط. اتمنى ما اكونش طولت عليكم الفيديو، واسفة جدا على الاطالة والرغي الكتير، بس ما تنسوش بقى اللايك، ويا رب يعجبكم الفيديو.